سخروا من مرض ابنتها. نجمات تحولن لأيقونات في الصبر على الابتلاء. عانت يسرى اللوزية من السخرية من ابنتها التي تعاني من مشكلة في السمع منذ ولادتها، وتلقت الكثير من التعليقات المؤلمة على ابنتها، والتي كان من أصعبها وصفها باء أم الطرشاء. يسرى اللوزي لم تقف عند كلمات السخرية التي آلمتها والتي نالت من ابنتها، ولكنها قادت حملة كبيرة للتوعية بأزمات ضعاف السمع وكيفية التعامل معها وعلاجها، بل وأصبحت تستخدم لغة الإشارة في التعاملات مع الجمهور. أوبرا وينفري واحدة من أهم الملهمات في العالم، مرت بالكثير من المحطات بداية من الفقر وحتى الاعتداء عليها لتصنع من أزماتها قصصا ملهمة في حياة جمهورها وتصبح واحدة من أهم المؤثرات في تاريخ الإعلام في العالم. مفهوم التبني ليس من المفاهيم الدارجة في الوطن العربي، إلا أن ليلى علوي كان لها تجربتها الفريدة، فحققت الفنانة المصرية حلم الأمومة بالتبني لتصبح أماً لابنها خالد وتلهم محبيها درساً قوياً في الحب غير المشروط. كان لأنجلينا جولي دورها في التوعية بسرطان الثدي رغم آلامها التي عانتها مع والدتها واتجاهها لاستئصال الثدي بسبب نفس الجينات التي جعلتها معرضة للإصابة بنفس مرض والدتها.